السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا لكل المتتبعين الأوفياء واللي انضم لينا جديد في قناتنا اليتيمة. أنا وليت لكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة، إن شاء الله كامل يلقاكم بخير وعلى خير وتكونوا كاملين بصحة جيدة، وكتكملة لسلسلة التحضيرات لشهر رمضان المبارك إن شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا. جبت لكم وصفة جديدة بالبزاف اللي هي طرطة بالتفاح والكريمة. بلا ما نبداو على بركة الله الوصفة تاعنا. نبداو بالعجينة. هنا عندي 250 غرام تاع مارغرين تكون بحرارة تاع الغرفة، مع 125 غرام تاع السكر كلاسي ولا السكر الرطب. نخلطهم هكذا مليح مع بعض. انا خلطهم غير باليد. نضيف عليها حبة بيض، ثاني لازم تكون بالحرارة تاع الغرفة. نعاود نخلط هاد المكونات بهذه الطريقة، خلطهم مليح. ضفت عليها غير راس هذيك مغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية. نضيف عليها مغرفة صغيرة تاع لافاني. دونك رايحة نبدا نجمع بالفارينة، هي يعني تقريبا رايحة تديلك واحد 500 غرام تاع فارينة. نجمع العجينة تاعي ما نعجنهاش، نخدمها برك بالاطراف تاع الاصابع. نضيف الفارينة غير بشويه. درك هنا في هذه المرحله رايحه نضيف عليها 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا ولا نشا بهذا الشكل كما قلت لكم. درك رايحه نجمع برك العجينه تاعي بهذا الشكل حتى نتحصلوا على عجينه تشوفيها يعني تتنحى بكل سهوله من الحواف تاع الغيسيبيون تاعك وتجيك طريه. هذا هو القوام تاعها كما راكي تشاهدي، يعني تنحت بكل سهوله ما ولاش تلصق. درك هنايا خلاص رايحه نغطيها بالغلاف البلاستيكي ورايحه نحطها في الثلاجه هكذاك واحد نص ساعه. بعد ما جازوا عليها نص ساعه جبت هنايا ورق الطهي بابي كويسون. الا يعني تقدري تستخدمي غلاف بلاستيكي ولا كاس بلاستيكي. نحل العجينه تاعي السمك تاعها تكون شويه رقيقه، نحي هاد زياده، نحلها على حسب المول تاعي، مقاس المول تاعي. انا يعني المول تاعي شويه كبير. نقيس على حساب المول كما قلت لكم. نزيد نحلها شويه. نحي كامل هاد زياده. درك رايحه نرفدها بالورق الطهي ورايحه نحطها في المول. يعني المهم ترفديها ما تخفيهاش برك. راح يعني تقدري تسقميها غير بيديك بهذا الشكل. انا يعني هنايا كنت قادره نحذف هذا المقطع بصح خليته تعمد باش تشوفي باللي يعني من بيديك تقدري يعني تسقميها بكل سهوله بهذا الشكل. نركز على الحواف ونحي هاد زياده بهذه الطريقه بهذا الشكل. وهذيك الزياده كامل تاع الفوق رايحه نحيها بالموس باش يجيني يعني لا فينيسيون تاعها من الفوق شابه. وين شت يعني زياده ولا شتا ماشي مسقمه نسقمها غير بيديا. شتي يعني طريقه سهله ما تخافيهاش برك. يعني اللي مبتدئات يخافوا شويه يديروا هكذا لي طاقت بصح مع الوقت راح توالفي. تقطها بالفرشيطه وحطيتها في الثلاجه قيس ما نوجد عفوا الكريمه تاعي. الكريمه تاعي واش فيها عندي هنايا لتر حليب ورايح نضيف عليها 6 مغارف كبار تاع النشا. نزيد نضيف عليها، انا ضفت عليها هنايا 5 مغارف تاع السكر. المغارف كبار كيما نشا كيما السكر مغرفه المغرفه تكون كبيره. والسكر يعني على حسب الرغبه تقدري تزيدي ولا تقدري تنقصي. ضفت عليها مغرفه كبيره تاع لافاني.
درك نخلط كامل هاد المكونات. قبل ما نخلطهم ضفت عليهم 2 حبات بيض، نخلطهم غير بالفوي كيما راكي تشاهديه. خلطتهم انايا غير بارد في بارد، مازال ما حطيتهمش عفوا فوق النار، غير نحطهم فوق النار نقعد نخلط فيهم حتى تشوفي الكريمه تاعك اثقلت. نحيها، يعني درتها شحال من خطره في القناه على بها، يعني ما عاودش وريتها لكم فوق النار. الا حبيتوا يعني تشوفوا الطريقه، كان بزاف وصفات اللي درتهم بهذه الكريمه ولو برك للقناه. بعد ما نحيتها فوق النار هكذاك وهي سخونه، فرقتها يعني ديريكت في هذيك لا طارت، الفون دو طارت هذاك. ودرك رايحه نبدا ندير التفاح ديالي نقشرو. بعد ما غسلته قشرته، انا التفاح تاعي يعني شويه صغير ما ساعدنيش بزاف، وثاني الوقت اللي رانا فيه شويه غالي، يعني كيما هذا برك شريته هكذاك واحد 35,000 ولا 40,000 الكيلو. خلي واحد يعني يكون كبير يفوت 60,000. وكيما راكم تشاهدوا بهذه الاداه، يعني كي جا صغير ما قدرتش يعني نخدم بها. نديرها نحي هذاك تاع الوسط، نحيته غير بالموس. وإلا عندك التفاح تاعك كبير، وإلا عندك كيما هذه الاداه تستخدميها، وإلا ما عندكش يعني ديري كيما انايا نحيها غير باليد. لكن حاولي يعني نحيها غير بالعقل باش ما تنقسملكش التفاحه ديالك على 2 بهذه الطريقه. درك نبدا نقطع هكذا. بعد ما قطعتها على 2 نقطع التفاح تاعنا غير على 2، ونبدا نقطع هكذا شرائح بهذا الشكل. حاولي يكونوا يعني رقاق باش يجيك يعني الشكل تاعهم شباب. ونحطهم هكذا فوق الكريمه تاعي بهذا الشكل. يعني في الاول رايحه نديروها هكذا بهذا الشكل حتى نكملها كامل، نعمرها كامل بهذه الطريقه. درك هذاك اللي رايحه نديرو درك رايحه نديرو بالعكس بالجهه الاخرى، يعني عكستهم بهذا الشكل حتى ثاني نعمرها كامل بهذاك التفاح. وهذاك اللي درك اللي نحيته كامل اللي تقطع لي ولا نقسم لي، راح نديرو هكذا شويه في الوسط باش تطلع لي هذيك تاع الوسط. كنحط الطبقه الاخرى تاع التفاح وتبان يعني ويبان الشكل تاعها شباب. نعاود نحط هكذا التفاح ديالي، لكن نفس الشيء نعاكسه مع الاخرى اللي درناها درك. وفي الاخر رايحه ندير هكذا على شكل ورده في الوسط. هذا هو شكلها بعد ما كملناها، يعني تدي شويه الوقت بصح شكل تاعها شباب. وجبت هنايا 2 اكياس ولا 2 ساشيات تاع سكر فانيلا. رشيت التفاح تاعي هكذا من الفوق. هذا يعني رايحه يحمر لك التفاح ديالك ورايحه يعطي لها يعني ريحه شابه. حطيتهم في فرن على 180 درجه ولا 170 في الرف الوسطاني حتى حمرت لي هذيك لاباط. وثاني شت التفاح تاعي خد هذاك اللون البني، بدا ياخذ هذاك اللون البني. نحيتهم وغير نحيتهم من الفرن كيما راكي تشاهدي. دهنتهم بشويه تاع معجون المشماش وحطيتها في الثلاجه حتى بردت لي مليح وقت التقديم. هذا هو شكلها يعني النهائي. انا برك زينتها شويه بالكاوكاو ايفيلي ولا اللوز ايفيلي، الحاجه اللي متوفره عندك. هذا هو شكل تاعها بعد ما قسمناها، والمذاق تاعها يعني روعه. جربيها، انا متاكده باللي رايحه تعجبك وتعجب كامل العائله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.